اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا ناصر كل مظلوم، ويا مأمن كل خائف، يسر علينا كل عسير، واقض حوائجنا وأصلح شؤوننا. يا رب، نسألك أن تؤوينا إلى شديد ركنك، وأن تحوينا في أكناف عصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو كده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وده عمل الله سعيدة كده، ربنا يرحمه يا رب. وطبعا يا حبايبي، الفيديو ده كان من زمان، فانا اسفة على تأخير الفيديوهات. كانت زي ما قلت لكم كان امتحانات، وبعد ما خلصت امتحانات قلت لكم هنزل لكم كل يوم وكده، فالنتيجة ظهرت بقى والحمد لله على كل حال. آم، نجحت الحمد لله. فطبعا يا حبايبي، الفيديوهات بقى دي كانت عندي من زمان، من اجازة عيد اللي فاتت. آه، بس كنت مكسلة ان انا انزلهم، وفي نفس الوقت كان في امتحانات ودروس وكده ومكنتش لسه منتجت حاجة، فعشان كده اتأخرت. فالحمد لله خلصت ونجحت والحمد لله على كل حال. فبعد ما خلصت بقى قلت انزل لكم فيديو كده. فانا كنت برضو لحد دلوقتي كنت مكسلة، بس انا عامله الفيديو بس ومسجلاه بسبب حاجه واحده، و... وان شاء الله يعني عملت الفيديو بسبب حاجه واحده، وعشان عاوزاكم، يعني عاوزه منكم حاجه. فاول حاجه يا حبايبي، ما تنسوش على طول بفضل اقول لكم ادعوا لي كتير، ادعوا لي وكده. ف وعلى طول بقى اقول لكم ادعوا لدودو. فانا عاوزاكم تدعوا لهايدي كتير كتير قوي، عاوزاكم تدعوا لها كتير قوي قوي قوي. إيه، عشان دودو الايام دي كده بتكشف وكده، فانا عاوزاكم تدعوا كتير. ف انا والله العظيم بحب اخواتي الاتنين عندي اكتر من عينيا، بحبهم اكتر من عينيا. فالحمد لله على كل حال. ربنا بيعوض. فانا عندي اخواتي، كل حاجه في حياتي، يعني عندي اخواتي كل حاجه في حياتي حرفيا. الحمد لله وربنا يعوضنا. فعاوزه اقول لكم ان يعني انا بسجل الفيديو ده، انا كنت مهيطه قبل الفيديو ولحد دلوقتي يعني. فالحمد لله على كل حال. بس عاوزاكم تدعوا هايدي كتير كده، ربنا معاها ويقومها بالسلامة كده، وربنا يرزقها الذرية الصالحة. وادعوا الأيلين كتير وادعوا الأمل. ربنا يا رب يوفقهم كده ويطول في عمرهم، مشوفش لهم أي حاجة وحشة. طبعا أنا عندي مثلا أمل، أمل أختي، عندي أختي وكده وقريبة مني بقى عشان نفس السن فقريبة مني. فأمل وأيلين عندي غاليين أوي أوي. وهيدي أختي أنا بحسها ماما سعيدة كده، بحسها يعني ماما سعيدة في حنيتها وفي حنية قلبها. أنا بحسها كده ماما سعيدة، وعشان هي دايما، يعني هي دايما كانت من ساعة ما ماما توفت هي أمنا أنا وأمل، وهي دايما جنبنا وكده. ف يعني هيدي أختي دايما معانا من ساعة ما ماما توفت، فمستحملة كتير وشايلة كتير. ربنا يخليها لينا يا رب ويطول في عمرها لينا. ف مفيش أغلى من هايدي أختي والله يا جماعة، مفيش أطيب منها في الدنيا.
فربنا يخليها ليا يا رب كده، ويخليها الامل وما تحرمش منها. فعاوزاكم تدعولها كتير جدا جدا، عاوزاكم تدعولها كتير قوي، ربنا كده يقومها بالسلامة ويشفيها. فانا عاوزة اقول لكم حاجة، محدش يعني اللي بيجي يهون على اللي مامته متوفية وكده، هو يفضل يهون ويقول لي ربنا يرحمها وكده وهي في مكان احسن، اكيد احنا عارفين كل ده. فهيجوا يتكلموا ويقولوا باباكي او اخواتك او اهلك معاكي فيعوضوك وكده، فانا من داخل الموقع بقول لكم مفيش حد بيعوض حنان الام، ولا اي حد بيعرف يعوض حنان الام. ومن بعدها تحس انه ملكوش اي حد. الحمد لله اخواتي معوضني، فالحمد لله ربنا يعوضني فيهم خير ويعوضنا انا وهما. وطبعا يا حبايبي لازم يعني الواحد يحط نفسه في مكان الشخص ده قبل ما يتكلم ويجرح حد او يقول كلمة مش كويسة قدامه وتجرحه. ف الواحد لازم يراعي شعور اللي قدامه، زي مثلا مامته متوفية ما نتكلمش على مامتنا قدامه، وده بابا متوفي ما ينفعش نتكلم على بابا قدامه برضو، فاهمين؟ يعني لازم نراعي شعور اخونا المسلم، لان احنا كلنا عندنا قلوب وبنحس. فالحمد لله على كل حال. طبعا بقى كنت هايدي بقى جت اول ما جت قلبت بقى البيت وفضلت تكنس بقى، وهايدي تحب التنظيف قوي وبتحب النظام في كل حاجة. فلما جت بقى قلبت البيت بقى تنظيف وترويق بقى وغسيل وكنيس. لما تيجي والله ربنا يطول في عمرها ويديها الصحة يا رب، بتسيبش حاجة غير ما تعمل كل حاجة، كل حاجة بتعملها. فطبعا الأوضة بتاعتي كانت مكركبة شوية بقى، خارجة من امتحانات وكده، وكانت مكركبة شوية. هايدي سوتها ونضفتها وعملت بقى ايه اللي عليها واللازم كمان. متحرمش منها ابدا، ومتحرمش من وقفتها جنبي وجنبي امل ابدا، متحرمش منها. ربنا يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامة يا رب كده ويطمنا عليها. ادعولها كتير يا حبايبي بالله عليكم، ادعولها كتير جدا جدا. فطبعا دودو اول حاجة عملتها بقى غيرت كنست كده لا مش اول حاجة كنست، ركزوا معايا كده. اول حاجة نضفت الشباك، وبعدين نضفت السرير كده، وبعدين بقى بدأت ان هي تنضف كل حاجة كده لوحدها. ف ملاية السرير اصلا كنت عاملاه جديد، فهي حطيتها في الشمس بس وسابتها يعني وهتفرشها تاني، فقالت لي اغيرها وكده، قلت لها لا انا لسه فرشاها. طبعا ده بديبي اللي هايدي مغلبين هايدي في كل حتة. انا حاليا دلوقتي بكلمكم وانا مغيره الاوضه كلها وجبت مرايه جديده، وبعت المرايه دي ومغيره في الاوضه كتير. فان شاء الله اصور لكم التغييرات واصور لكم كل حاجه، بس ربنا بس يعدي الايام دي على خير كده. فربنا كده معانا الايام دي. فدودو بدات ان هي ترمي كل حاجه ملهاش لازمه وتسوي التسريحه. قالت لي انت مفرده الحاجات كده ليه، هاتيلي الحاجات دي كده. وزي ما انتم شايفين طبعا يا حبايب قلبي هايدي متوسطش، عملت كل حاجة ولمت كل حاجة فاضية وملهاش لازمة. هايدي ما بتحبش الكراكيب، بتحب الحاجات تتلم كده في حاجة واحدة. فطبعا هي دلوقتي بقى بتشيل الحاجات اللي على التسريحة عشان تحط كل حاجة لوحدها كده. فهي طول ما هي يعني تسوي التسريحة، انت حاطة الحاجات دي كده ليه، انت فرشاهم كده ليه، كنت تحطهم في الكرتون دي وخلاص، انت فرشاهم كده ليه. طبعا انا لما جبت المرايه بقى ان شاء الله هعمل جنب المرايه كده، هقول لكم انا هعمل ايه. خليكم معايا خطوه بخطوه وانا عارفه ان انا ما بنزلش مقصره، وممكن القناه تكون اللي هي ضعفت شويه، بس انا عارفه ان انتوا قدها ودود وقدها ان انتوا توصلوا اي فيديو وترفعوا اي فيديو، انتوا حبايبي
انتوا مش قليلين، انتوا جيش ما شاء الله، 100,000 واكتر كمان، يعني احلى جيش في الدنيا. فطبعا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين بقى دودو بقى والله تعبت اليوم ده. فلازم هايدي لما تيجي تروق وتنضف بذمة وضمير، لازم طبعا كانت بتعطس كانت بتعطس كده عشان ايه، هايدي عندها بتقل، عندها حساسية من التراب كده، والتراب صعب. بدأت بقى ان هي تمسح التسريحة كده كويس، تسريحة والله وحشتني يا جماعة. بدأت ان هي تمسح التسريحة كده كويس. نسيت اقول لكم رمضان كريم عليكم. لا لسه رمضان يعني ما جاش، بس رمضان كريم، وربنا كده يبارك فيكم جميعا، يخليكم ليا ويزيدكم كده، تبقوا احلى جيش في الدنيا، تبقوا مليون. بس المليون دول محتاجة اشتغل كمان 5 سنين كده، بس انتوا قدها على فكرة والله. فزي ما انتوا عارفين يا حبايبي بقى ان ايه، آم، رمضان جاي بقى، وبيحب التخزينات بتاعة رمضان بقى، وانتوا بتحبوا الحاجات دي وانا عارفة كويس. فانا ان شاء الله هحاول على قد ما اقدر اصور لكم تخزينات رمضان، واصور لكم كل حاجة هنية لي، كنت بس تأمروا وانا تنفذوا وانا امر اي حاجة، يعني انتوا كده يعني فاهمين. لازم كل واحد يكون كافي خير وشر، وشر خير. فطبعا طمنوني كده حبايب قلبي، زمايلي جابوا كام، زمايلي اللي هم يعني في المواقع، مش في الواقع، لا زمايلي اللي هم في المواقع. طمنوني كده جبتوا كام ودرجاتكم ايه، وعملتوا ايه في الامتحانات. زمايلي البنات كده يطمنوني، انا هرد عليكم كلكم. فمش عارفة الفيديو ده هينزل امتى، بس يعني ان شاء الله هحاول على قد ما اقدر انزله بدري اكتر من كده، عشان ايه مش عارفة، بس هحاول انزله قبل رمضان يعني. ف انا مش عارفة الدودو بتعمل ايه، بس هي بتجيب الحاجات وتحطها على التسريحة تاني. هتبتدي بقى ان ايه، هي تقعد كده وهتاخد ايه الصورة المصغرة وشوف بتقول ايه. هي اكيد بتشتم فيها او بتزعق لي يعني لا، بدل ما عملت الرياكشن ده يبقى بتشتم فيها او بتزعق لي. فطبعا رمت الحاجات على الارض تاني من اول وجديد، وبدأت بقى ان هي ايه ترص الحاجات كده كويس. ف دودو ما شاء الله عليها، يعني بتحب ترتيب الحاجات، المكياج والهدوم والحاجات دي، تحب يعني نحطها في اوضه مليانه مكياج وهدوم، وهي بصوا تفضل تروق لكم فيها. فطبعا هايدي بتحب برضو الزبده الصغيره دي، الكريم اللي هو المرطب للشباب بتحبه. هايدي بتحب اي حاجه صغنطوطه كده، اي حاجه كيوت زيها بتحبها. فدودو تمت 26 سنة في 2/1، اللي هو شهر 2/1، اللي هو المفروض كان من 3 أيام بين أو 4 أيام. تمت 16 سنة، وأشطر وأجمل كتكوتة في الدنيا تتم 16 سنة، وأحلى كتكوتة في العالم كله. كل يقولها كل سنة وانت طيبة، هو عيد ميلادها فات بس لازم برضو كلنا نقولها كل سنة وانت طيبة. أحلى كتكوتة في الدنيا والله يا جدعان تتم 16 سنة. ده أنا ل16 سنة يا دودو والله. ان شاء الله ربنا يطول في عمرها كده ويخليها لينا. ف هي لازم دروس الحاجات الطويلة ورا والحاجات القصيرة قدام، فاهمين كده؟ يعني المانيكير قدام السكين كير بقى اسمه ايه ده، ما علينا يعني، بابا بيقول عليه بقية. فاسفين على الاشعارات بتاعة التليفون اللي قاعدة تيجي، فاسفين. ان شاء الله ان شاء الله يا حبايبي هبقى اصور لكم الايام الجايه مع لولي كتير، عشان انا هاخد ايرين تقعد معايا، اتفقنا؟ يعني اهو بقول لكم اهو، هاخد ايرين تقعد معايا، ماليش دعوه، انا عاوزه ايرين تيجي تقعد معايا. ف كده بقى ايه، ايلين والله الاسم قريب من، يعني ايلين قريب من هايدي، ايلين هايدي قريبين من بعض. فهايدي بقى رصت كل حاجة كده وجمعت كل حاجة مع بعض، بدأت ان هي ترص بقى البيفانات،
ايه يا جماعة، الحروف راحة خالص. بدأت ترص البرفانات والبادي سبلاش، فبابا يقول على البادي سبلاش بادي ايه سكواش. فبدأت ان هي ترص الحاجات كده. إيه، كل حاجة رصتها كده وخلص، خلصت التسريحة، وبدل ما التسريحة كانت ملانة بقت فيها حاجتين بس. ما علينا، اهم حاجة ايه؟ النظافة والترتيب. بدأت بقى ان هي تعدل الهدوم دباديب كده وايه. والله هايدي دي يعني كيوتة خالص، كيوتة وبسكوتة خالص. مش عارفة الدبدوب اللي هو ابو هدوم ده راح فين. مش عارفة الدبدوب ابو هدوم راح فين، بس مش عارفة، هبقى ادور لكم عليه وكده. انا مسميه هايدي. دبدوب ابو هدوم انا مسميه ايه؟ هايدي. فهايدي بقى بدأت ان هي ترص الدباديب. بتقولي ده ايه؟ ده ابني ده. فايه زي ما هايدي قالت ده ابني ده، لازم ايه كلنا نقول ده ابني ده فعلا. هايدي شايفاه هو الصح طبعا يا. كانت بتقولي الدبدوب ده بتعمل ازاي، بينام ازاي؟ قلت لها بينام كده اهو. قلت لها حطي ده فوقه، قلت لها ده ابنه حطيه فوقه، بس ما رضتش تحطه فوقه، فقالت لي ارفع التليفون. الدباديب دي فيها حاجة كده جوه، فهايدي طبعا ايه أول مرة تكتشف، وهي بقى لها ساعة بتدرس فيهم، بس أول مرة تكتشف ان هي سبحان الله الدباديب فيها حاجة من جوه. فطبعا الدبدوب اللي كان في ايد هايدي الأبيض في اسود ده كان جالي من زمان قوي. فأنا الحاجات بتاعت زمان بحتفظ بيها، بحب احتفظ بالحاجات. ف هايدي طبعا موثقوش تروحوا في قناة لحظة مع هايدي، تشتركوا كتير وتفعلوا الجرس كتير ولايكات كتير على اول فيديوهات، من اول فيديوهات لاخرها لايكات لايكات لايكات. يعني هايدي خافت على زعلكم وهي قطعت القناة، وخافت على زعلكم ان انتوا تزعلوا ان هي بعت القناة وما عادش تطلع بقى على اليوتيوب. فقامت فاتحة قناة تانية، بس القناة التانية دي مش يعني مشاهداتها مش حلوة خالص. والمفروض ان قناتها القديمة كان داخلة على 90,000 او باين تمت 90,000 بس. القناة الجديدة دي بقى واقفة على 10. يا لهوي، ما علينا، ما حبش حاجة حصلت. القناة الجديدة باين واقفة على 11,000 او 10,000، ما شفتش هايدي قناتها من زمان، بس هي واقفة على عدد معين يعني، وما تقف على عدد معين وتفضل كتير. فهايدي بقى خلصت السرير كده. ف هايدي بتحب الترتيب، يا خراشي على الجمال يا خراشي. رضا بقى شكلها فلة، دايما لازم الدبدوب ده يقعد لوحده كده. من غير بابا. طبعا هايدي بقى ما تسيبش السرير كده من غير تركاية. انتوا بتقولوا ايه يا جماعة؟ ده هايدي. انتوا بتقولوا ايه؟ ده هايدي ملكة الترتيب والنظافة والأناقة والشياكة، فلازم تعمل ايه تركاية كده عشان ايه كده يعني، فاهمين؟ فطبعا بقى بتشوف ان هي تحط الحاف فوق لحاف ولا تعمل ايه. فوصلت في النهاية ان هي تحط الحاف فوق لحاف وتعمل تركاية فوق كده. فجابتهم كده قصاد بعض وايه، وجابت بقى الدفاية اللي هتعمل بقى التركاية. هايدي بقى في الدفايات بتحب الدفايات عشان بيكون بتعمل بهم اشكال كده بطة وحاجات. فبدأت ان هي تفردها كده على الايه، على اللحاف، وتعمل ايه فيونكة. فيونكة بلون بني مش جاية سكة، بس ايه لازم تكون دفاية بينك عشان تكون الفيونكة ايه مظبوطة. بس طبعا الفيونكة طلعت تحفة. وعامة عاوزة اقولكم ان انا ما نمتش على السرير اليوم ده، ونمت على السرير بس ما رضيتش افك الفيونكة دي. لما حسيت ان الجو ساقع كده الفجر فكيتها للاسف بقى.
فكده بقى دودو فرشت السجادتين، فكده خلصت الأوضة. واللي يقول صور حرام حاضر عينيا ليك، كل اللي انتوا شايفينه انا هعمله. طبعا بقى قفلت الشباك كده. كده خلصت الأوضة. فطبعا شايفين الجمال والشياكة والحلاوة والكوزي كوزي خالص. شايفين الجمال والحلاوة يا ولاد؟ شايفين أشكال والأوضة شكلها تحفة عامة وعجباني أوي، مش ضروري تعجب الناس التانية بس هي عجباني. ف كده خلاص هايدي خلصت. فتروح على ايه بقى؟ لسه فاضل ايه دودو. فهايدي كل ما تخلص تبدأ في حاجة، كل ما تخلص تبدأ في حاجة جديدة. ففاده هايدي طبعا اللي هي شايفة صح، مثلا ما نقدرش نقول غير كده. فتسلم ايدك يا احلى دودو في العالم. الأوضة شكلها ايه؟ تحفة تحفة تحفة. مبدئيا مادام هايدي دودو اللي عاملاها فالأوضة ايه هتبقى شكلها تحفة. دي بقى ايه كانت فاقدة الشغف في نص كده فبتعمل لكم باي في المراية. فايه كده خلصت ورتبت كل حاجة كده وخلاص خلصت. فقلنا خلاص بقى هنقعد. هايدي قالت لي لا ما ينفعش لازم نكنس السلم، يعني يرضيك نكنس ونخلص. دايما عاملين ايه ماتشنج مع ايه عاملين ماتشنج في الشبشب يا جماعة. ف كده هايدي بقى بدأت ان هي تكنس السلم. فالسلم ده بيتكنس 500 مرة، بس لازم بقى احنا في الشتاء وبيبقى في ساعات هوا بدل الشتاء بنا ربنا كده يتولانا. ايه هايدي بقى بدأت ان هي تكنس وخلاص. قلت خلاص خلصت. لا لا لسه هايدي مخلصتش يا جماعة، انتوا بتقولوا ايه ده هايدي ف كده بقى ايه خلصت السلالم وكانت كده وشالت الشكارة. الشكارة دي فيها ألاوح كتير قوي، مش عارفة يعني لو سمحتوا ما تعملولوش اشعارات دلوقتي عشان التليفون الاشعارات بتيجي في الفيديو. لو سمحتوا ما تعملوش اشعارات. فطبعا الشكارة دي فيها ألاوح، يعني اللي مش هيفهموا يعني ايه ألاوح يعني مش انا مش فاهمة انا كمان. ف كده عايزة بقى ايه خلاص هانت اهي بتكنس قدام باب الشقة. فخلاص خلصت. هانت كمان هانت. فانا الفيديوهات دايما بتاعتي كنت بتبقى 5 دقايق وكده، بس دي الروتينات اللي هي الخفيفة بتاعتي عن يعني يوم الدرس بتاعي. بس ده بقى ايه روتين كامل فلازم ايه يبقى طويل. فايدي كده كنست الباب وابتدت ان هي تشيل العنكبوت. فانا هعمل لكم ان شاء الله لو قدرت اعمل لكم تنظيفات رمضان هعملها لكم، فاعتبروا الفيديو ده ايه تنظيفات رمضان. فهايدي كده بدأت ان هي تكنس ايه الصلاة. كنست كده اول حاجة من على السجادة كده من برا. ف بحب اي حاجة فيها بينك يا جماعة، مش عارفة ليه بس انا بحب اي حاجة فيها بينك. وخلصت كده بقى ايه الصلاة وخلصتها من قدام وكنست برضو قدام باب الشقة وخلصت. طبعا بقى ايه نكنس البوابة بقى وننفض البوابة. طبعا كده بدأت ان هي تنضف كويس. وكنست ايه اسمه ايه ده السقف. كنست السقف كده من قدام البوابة. فده ايه دي جازات اللي ما يعملش روتين يا جماعة، لان انا ما بفهمش لما يكون دودو عامل روتين او عامل روتين وما يسجلوش الفيديو، ما بفهمش هما كانوا بيعملوا ايه فبقول اي حاجة بقى وخلاص. بس اهم حاجة ان انا فاهمة بس مش فاهمة اوي يعني. فكده خلصت بقى البوابة. فطلعنا يا دوبك بنبص برا الشارع لقينا في نصيبة صغنطوطة مش صغنطوطة اوي يعني، ونسيبها صغنطوطة كده لقينا الايه المواسير بتهالي كانت مكتومة. فبابا بقى وهايدي عملوها.
هايدي بقى وقفت خدت الصدمة، وبعدين كملت ايه اللي هو ايه ده. فبعدين بقى ايه، اما اكنس يعني يا خرابي ايه ده بجد، يعني في ميه ومواسير مكتومه، لا خلاص انا هكنس ونبقى نشوف الموضوع ده. طبعا شافتها هي بابا، فضلوا بقى يشوفوا كده يعملوا ايه وتصرفوا وخلاص. ف الدنيا كانت جميلة يعني، ليه يعني قربنا نخلص، يعني كل ما نخلص نطلع لنا حاجة جديدة. فطبعا يا حبايبي كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون فيديو خفيف على قلوبكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي مع الف يوم سلامة. ما تنسوش تدعوا لهايدي كتير، انا عامله الفيديو ده والله يا جماعه عشان تدعوا لهايدي، ومسجله مخصوص عشان تدعوا لهايدي، فادعوا لها كتير، واشوفكم على خير مع الف يوم سلامة.